2024-2025. الدوري المصري هو البطولة الأكبر في المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية. الدوري المصري ابتدى 1948 لحد موسم 2024-2025. كل الأندية بتستعد وبقوة لبطولة الدوري المصري. النادي الأهلي بيستعد في أول جولة ليه أمام نادي مودرن فيوتشر، ونادي الزمالك أيضا بيستعد أمام نادي سيراميكا كليوباترا. كل الفرق مدعمة، كل الفرق جايبة لاعيبة كتير وصارفة وجايبة نجوم، فإن شاء الله تكون بطولة كبيرة جدا للبطولة والدوري المصري. فإن شاء الله تكون كل التوفيق لكل الفرق. ولاتحاد الكرة المصري رسالة: أرجوك بلاش تأجيلات، أرجوك بلاش تمشي بالتطبيل، أرجوك شوف مصلحتك أنت فين. أنت لو نفذت مصلحتك صدقني مش هيبقى فيه ظلم لأي فريق. بص، طبق اللوائح والقوانين بتاعتك وبلاش تدادي فيها الفريق الفلاني على حساب الفلاني، أو طبق النظام. أنا كمشجع حابب أشوف النظام هو اللي السيد القرار. فريق ياخد البطولة ما ياخدهاش، أهم حاجة في الآخر ما حد بظلم اتجاهي ولا اتجاه أي منافس. رسالة أيضا للتحكيم ورابطة الأندية: أرجوكم اشتغلوا بجهد واشتغلوا بحرص على تنفيذ اللوائح والقوانين اللي انتوا كلكم حاطينهم، وناس كل رؤساء الأندية موافقين عليهم. اشتغلوا من أجل استخراج بطولة دوري مصري كبيرة جدا أحسن من الموسم اللي فات، وكل المشاكل عايزين نتلاشاها بطولة الدوري المصري. التحكيم، الدعم مننا كلنا، ندعم التحكيم المصري علشان خاطر يبقى دايما موجود ودايما بيكون في الصورة. التحكيم المصري نستحق ان احنا نشوفك في افضل من كده، نتمنى. فارجو من الجميع ان هو دايما يشتغل من اجل بطولة الدوري المصري، البطولة الاقدم والافضل في المنطقة العربية والافريقية. بطولة الدوري المصري عاملة زي هي كل الناس بتحبها، برغم انه فيها حاجات مضحكة كتير وفيها حاجات ممتعة وحاجات اثارة وحاجات كوميدية، فيها كل حاجة. بس هي البطولة اللي انا وانت في خلال بين التوقف بين الموسم والتاني كلنا منتظرين عودة الدوري المصري، لان بطولة هي محببة لقلوب كل المصريين وكل عشاق كرة القدم. هتقول لي انت سايب الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والايطالي وبتتفرج على الدوري المصري؟ زي ما انت كده بيبقى عايز تاكل اكله قدامك مطعم فخم وتروح تشتري من العربيه اللي هي قد كده. هي كده كل واحد بيبقى ليه رغبات وليه حاجات معينه، انت كل واحد بيحب حاجه معينه. فانت يا صديقي ما تقللش من بطوله البلد بتاعتك ابدا مهما كانت. هي بطوله كويسه جدا، عندك نجوم كتيره جدا، بدليل ان هم دايما مطلوبين في الخليج ومطلوبين في اوروبا. وكمان الدوري المصري طلع اساطير كتير جدا: احمد حسن وبركات وعماد متعب وابو تريكه والخطيب وحسن الشاذلي وفاروق جعفر وحماده امام وحسن شحاته ومحمد عبد الشافي. في نجوم كتير جدا يعني. فالكوره هي دايما المصريه دايما هي الواجهه للمنطقه العربيه كلها. فارجو الدعم من كل الناس اللي في البطوله. ان شاء الله نشوف دوري ممتاز كبير جدا، وان شاء الله انتظروا المزيد، وان شاء الله تشوفوا حاجه كويسه. وانا هتلاقوني معاكم ان شاء الله، سواء كان على الفيسبوك او اليوتيوب. فباذن الله كل التوفيق لكل المسؤولين عن الرياضه المصريه ورؤساء الانديه، اتحاد كوره، رابطه انديه، حكام، جمهور. رساله لجمهور مصر، وهنا بختصش جمهور نادي عن نادي: ارجوكم روحوا ناديكم وشجعوا. انتوا رايحين تتبسطوا ورايحين تستمتعوا، بلاش تخرجوا على النص. عايزين بطولة تبقى كويسة. انت كمشجع رايح تدعم فريقك وبس، ما تفكرش في حاجة تاني غير فريقك. انت ولا رايح عشان خاطر لقدر الله تتحبس بعد الماتش، ولا ترجع اهلك يقلقوا عليك، ولا تبقى رايح ان انت ظاهر في صورة وحشة، او ان انت تهتف ضد نادي، او انت تهتف ضد شخص. فارجوك اتبسطوا. الكورة يا جماعة للسعادة والانبساط، مش للخناق والصراعات ابدا. فبطولة الدوري المصري ان شاء الله تكون بطولة مميزة على الجميع، ونستمتع كلنا بموسم رياضي مختلف تماما ان شاء الله على المواسم السابقة. السلام عليكم.